فهم الشاعر محمد فهم عليبة وحب الوطن والوحدة الوطنية وتجلي هذه الأمور بالنسبة للشاعر. الشاعر حتى يقول شعرا أو قصيدة، وقلنا هذا الكلام في البداية، أنه ليس كأي شخص عادي، يعني هو لا يمر على الأمور مرورا عابرا أو مرور الكرام كما يقولون، وإنما يتوقف عندها، باعتبار أن الشاعر يحمل في داخله فلسفة معينة. والفلسفة كما يقولون هي علم البحث عن العلل الأولى وماهيات الأشياء وكلياتها وليست جزئياتها المتفردة. التجربة الشعرية التي تتكون لدى الشاعر ويتأثر بها بعناصرها فكرا ووجدانا وألفاظا وموسيقى وغيرها، كيف للشاعر أن يوازن بين الجانب الوجداني لئلا تتحول القصائد إلى آهات، وبين الجانب الفكري لئلا تتحول القصيدة إلى معادلات رياضية وكيميائية وتكون صعبة؟ كيف يمزج بين الفكر والوجدان حتى تخرج القصيدة بهذا الاتزان والامتزاج؟ هي طبعا خبرة الشاعر هي اللي بتتحكم في الوزن وفي مزج الفكرة مع القصيدة، بحيث ان يطلع انتاج فني يستحسنه المتلقي. فالشعر ما هو الا تجميع شكليات من امامه، ويلتقط الحروف من ما يراه في امام عينيه او يسمعه باذنيه. ولذلك الشاعر لابد ان يكون متمكن من ادواته، لان ادوات الشعر بيكمنها الشاعر داخله. فالشاعر الذي يحركه الوجدان والمشاعر وغير دارس او او ليس له خبرة، فلا يمكن ان يحولها الى شعر يتقبله المتلقي. انما الشعر لازم تكون له عنده خبرة، دراية، ممارس، ودي ادوات للشاعر الحقيقي، ولا بد ان يكون متمكنا منها. وان يكون متمكن طبعا من ادواته. هتسمعنا ايه بقى؟ والله انت جبت بقى الحروف والادوات، فانا هسمع حاجة برضو تخص الوطن برضو. مش بقول ما بين الفتحة والكسرة حروف جرحة، اهات سرحة، وضمة في حضن مش واضحة، ومين يسمع لمين يجرى، ومين يزرع في ارض البور دي كام شجرة، وبتحطي ما بين الكلمة والكلمة حروف جرة، ولما ادخل حدود ذاتها تقول بره ما تسترنيش ولا مرة، واشوفها جوه نن العين ثياب حمرة، يا حمرة ما بيكفي شهيد واحد يروح 10، ما بيكفي تشيل مزلة الحشرة، ويرميني سكون الليل اعبي واشيل هموم بكرة، وترفعني بهالفتحة تنزلني في هالكسرة، ولا افتح ببنيافة ولا عكا ولا كسرة ولا بغداد ولا البصرة، يا فارس لساك ما زلت بتمارس تجيب ضرة، وبتبدل في افراحها حاجات حلوة بحاجات مرة، وهي صبرة ولا بتنفر ولا مرة، لحد امتى ما بين الفتحة والكسرة حروف جرحة، اهات سرحة، وضمة في حضني مش واضحة، ويرميني سكون الليل اعبي واشيل هموم بكرة. الله.